السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول هام كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسعادة إن شاء الله، ورمضان كريم. وبخصوص رمضان إن شاء الله، رمضان بكرة حبيت بس أقول لكم قواعد تمشوا عليها بإذن الله. رمضان هيجي 23/3، ده كلام جميل. هنبتدي الموائد بإذن الرحمن من 23 المغرب بإذن الرحمن. 2023 هنكون بإذن الله هنتجمع صحبة مع بعض بإذن الله من على الكوبري بتاعنا، زي ما انتم عارفين هنكون هنتجمع هناك قبل المغرب بنص ساعة بإذن الرحمن، علشان ما نكونش كترة ونغلس على الناس. هنتوزع، هنجيب جرب كله هيتوزع على الموائد ده بإذن الرحمن. مثلا هنشوف عندنا موائد مثلا في الأقصر، فين الموائد؟ أو الحجاج، عندنا أبو الحجاج وهيكون برضو مفتوح الحمد لله، يعني هيكون مائدة مفتوحة عندنا. لو حد من جنبينا هيكون عبد الرحيم الجناوي إن شاء الله. ده بخصوص الموائد. بإذن الله السحور بإذن الرحمن برضو، علشان إيه؟ نكون واخدين رمضان بالهداوة. السحور بإذن الله تجمع أنت وأصحابك كل واحد 5 جنيه، جمعوكم 30 نفر كل واحد 5 جنيه، تجمعوها تجيبوا عيش وجبنة وفول والحاجات اللي بتجيب القولون دي، تتعب الدنيا خالص وتدمرها. تمام. ابعدوا عن أي موالح علشان هتعطش شوية معاك ومش هتبل الريق. تمام. حاول انت وجاي من على الفطار من المائدة مش في البيت، علشان مش هتلاقي اصلا اكل في البيت، مش هنلاقي لحمة، مش هنلاقي اكل، مش هنلاقي بتاع. حاول انت وجاي تاخد حاجة للبيت، كيس. انا برضو بقول لك على اللي هيحصل، تاخد لك كيس للبيت عشان برضو يعني تكون الجماعة يعني واكلين. هم هيستنظروك بإذن الله انك تجيب لهم حاجة بإذن الله وتخليك عن خلاص نظلمهم بإذن الله. حاول تاخد كيس اسود تلم اللي تقدر عليه بإذن الله، ولو في واحد صاحبك خليه يلم معاك برضو، وتوزعوا الحاجة وتوزعوا الحاجة وتكون ايه خير يعني ان شاء الله معاكم وتقضي بإذن الله. تاني حاجة الناس اللي مقاطعة بعض. اول هام قال لك صلة الارحام، ودي ما عندناش احنا صلة الارحام دي احنا مش معتبرينها. صلة الارحام دي ادوبة ايه، كلمة بتتقال وخلاص. صلة الارحام انت مثلا مخاصم واحد ما تصالحوش، البعد عن الناس غنيمة، قضي رمضانك على خير، مش ناقصين وجع دماغ. تمام. تاني هام واحد هيجي يقول لك اعزمني رمضان، انت ما عزمتنيش رمضان اللي فات، قول له والله ما باليد حيلة، كيلو اللحمة ب 250 جنيه يعني اشرف لي ان انا اجيب فول واكل وعدس، وكيلو العدس دلوقتي بيجي ب 70 جنيه، يعني ولا حول ولا قوة الا بالله. هنقضي رمضان نواشف وهنقضي رمضان ان شاء الله على النباتات. فادي بقى ايه الجد كله بتاع رمضان هيكون معانا باذن الله. وزي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها صله ارحام، احنا اصلا كفار في بعض، ورمضان ده بيجي بس ايه يعني بيلم الناس، واحنا اصلا مش عايزينها اللمه دي، مش بنشوف وش بعض يعني احنا ناس مش سالكه لبعضيها يعني احنا عن نفسنا مش سالكين لبعض. فوالله يعني لو خدتوا المعلومه كان بها، ما خدتوش برضه انتوا حرين. الناس الواصله رحمها ربنا يخليها، يعني ربنا يدومها عليها نعمه، واللي قاطع ارحامها باذن الله هتوصلهم، بس والله ما هتوصل رحمها انا عارف. وان شاء الله نكون نعدي رمضان ده على خير وباذن الله، ويجينا العيد وبرضه مش بنتلم عيد ولا رمضان، كله مع حاله، الدنيا بوظتنا. وان شاء الله نكون عند في استفادات كتير باذن الله في رمضان ده، وربنا ما يطبع لنا عاده ولا يطبع لكم عاده باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. عاوزين لايفات على الموائد في رمضان، يعني تطلع لايف تورينا نقدر ناخد اللي نقدر عليه ازاي في اكياس سودا، تورينا ازاي نقسم برضو بعضينا بطريقه ما نزحمش الدنيا، لان احنا في غيرنا كتير بالظبط. فاحنا عايزين لايفات او مقاطع فيديو قصيره تورينا فيها. تقول لنا برضو ايه نوعيات الاكل اللي نبعد عنها في السحور؟
علشان زي ما قلت الموالح بتبط الريق بالظبط معاك، بتخلي الحلق على الجنب. بص، اول حاجه زي ما قالت الاستاذه، تجنب من اي حد يكون قريبك على المائده. لو شفت حد قريبك ابعد بعد تام، بعد تام. يعني لو شفت حد تعرفه ويعرفك شكليا ابعد منه، علشان هتنزل البلد بزفه. ده اول هام، هتنزل البلد بزفه. تاني هام، حاول لما تكون واخد الكيس حاول تخلي الكيس تحت الترابيزه، نزل كده في الكيس. حاول برضو خلي عندك صنعه في الحاجات اللي زي كده. دي برضو ان شاء الله هنوضحها لكم بلايفات هتكون معروضه ان شاء الله على الصفحه باذن الله، وهنقول لكم كيفيه ازاي تتعامل مع الكيس وتتعامل مع الناس اللي جنبك، علشان بحيث ما حدش يقول عليك انك طبايخي. والله هو الواحد يعني مش طبايخي، الواحد بس الدنيا ضاقت عليه. يعني معلش، ادي كيلو اللحمه ب 250 على خضار، وقولوا 300 ولو عايز تعزم لك حد هتصرف لك 1000 جنيه، وانا اصلا مش عايزها. انا ده بريح مخي اصرف لي 1000 جنيه علشان معلش يعني. وباذن الله هنكون عند حسن ظنكم باذن الله، وخليكم معانا لحظه بلحظه ولايف بلايف ومائده بمائده باذن الله. 30 يوم 30 مائده. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.